السلام عليكم ورحمة الله. بيان وزير الدفاع اليوم قبل قليل يقول انه سوف يضرب اي اختراق للاجواء اليمنية، يعني الطائرة الايرانية اذا ذهبت الى صنعاء يتم انزالها، سوف يتم ضربها وانزالها. حلو الكلام؟ حلو. اللي مش حلو انه راح يكون منظرك بايخ اذا جت الطائرة ونزلت ورجعت. اقسم بالله العظيم بايخ فوق ما انتم بايخين وسياستكم بايخة، تمام؟ وفوق ما انتم رخوة ايضا سوف ترتخوا اكثر. طيب الكلام ده من راسك، يعني من راس وارتجال الحكومة اليمنية؟ لا، هذه اوامر سعودية. حلو الكلام؟ حلو. اللي مش حلو انه هل الحوثي يعني راح يجيب باله انه هذا القرار مش قرار سعودي، مش اوامر سعودية، مش ضوء اخضر سعودي، مش ضغطة زر سعودية هي الذي قالت للحكومة تعمل هذا الشيء؟ هل سوف اذا في حرب ما بين الشرعية تمام والحوثي انه الحوثي ما راح يضرب السعودية؟ انا اتوقع انه راح يضرب السعودية، لانه يعرف انه الشرعية وقيادات الشرعية والحكومة الشرعية عبارة عن قطع شطرنج، قطع شطرنج على ارضية مش بارضهم، والذي يتحكم فيهم شخص اخر. يعني شوف، في بعض الدول قطع شطرنج بس بارضهم تتحكم فيهم دول اخرى سياستهم. احنا الشرعيه حقنا اليمنيه قطع شطرنج تتحكم فيها دوله اخرى وهي اصلا مش موجوده على ارض الواقع. وانت يعني حط في الخرج شرعيه جبانه، شرعيه رخوه، تمام، شرعيه ما عندهاش اي مسؤوليه، شرعيه حق عباء الكروش، شرعيه ما تفكرش في الشعب، تمام، شرعيه فاشله فاسده. وحط في الخرج لا كم ما تسوي، حط في الخرج ما راح اكمل يعني، تمام. لكن الان الموضوع المهم، هل السعوديه تخطط ان يعني تكون هذه شراره، تكون هي الشراره، تمام، وتنسيق ما بين القبائل بخصوص فتقم وفتقم، انه القبائل يعني يتحدوا ويهاجموا الحوثي، وايضا الشرعيه تدخل في الخط وتسقط اول شراره، تمام، ويعني يكون عندها الجاهزيه الكامله وقد تم تجهيزها من السابق عشان الشرعيه تدخل في الحرب مع الحوثي، وايضا القبائل. والسعوديه ايش تقول؟ احنا ما لناش دخل، هذول القبائل بينهم مشكله على ميره وعلى نكف، وهذه الشرعيه تمام انتم اخترقتوا جواها وهم ضربوكم واحنا ما لناش اي دخل. هل هذا الكلام راح يمر عند الحوثي؟ هذا هو السؤال، هذا السؤال. والحوثي اذا ضرب السعوديه فين راح يضرب؟ اكيد راح يضرب ارامكو ومطارات واماكن حيويه كبيره جدا. هل السعوديه راح تتحمل؟ من هذا الفيديو يعني احنا مع من؟ يعني انت شايفنا كذا نحن مع من؟ يعني يا وهيب الصهيبي انت تدخل مع من؟ انت مع الحوثي ولا مع الشرعيه ولا ضد الشرعيه ولا مع السعوديه ولا ضد السعوديه؟ شوف يا عزيزي، السعوديه اذا تريد ان تعمل هذا الشيء وتقضي على الحوثي وتحاربه، السياسه غلط، السياسه التي عملتها غلط. يعني انت تحط دوله يعني حكومه كامله عندك وتتحكم انت بقراراتها، تتحكم بوزير الدفاع، تتحكم بوزير الداخليه، تتحكم برئيس الوزراء، تتحكم من ياتي واحد من المحافظين، من يقال من هذا المحافظين، تمام، تتحكم في الامور الماليه كلها والامنيه كلها. وبالاخير عندما يصدروا هؤلاء قرار انه قرار من ذاتهم، لا، ما راح يصدق الحوثي ان هذا القرار يعني من قرار من الشرعيه. كان المفروض انه الشرعيه هذه تمام كلهم يداوموا في وزاراتهم، يداوموا في محافظاتهم، وبعد سنه سنتين اذا حاربوا الحوثي بعدوا قرارهم منهم. انت عليك ان تدعمه، تربط له علاقات، تمام، مع دول شراء السلاح، تعطيه دعم مالي، منحه او ما هذه الامور، دورات تدريبيه، تمام، وبعدين يحارب. لكن الشرعيه عندما تحارب وهي السعوديه اكيد القرار سعودي، اكيد القرار سعودي. وفي الاخير اتمنى انه وزير الدفاع ووزاره الدفاع والحكومه الشرعيه ما يكونش منظرها بايخ. والله راح يكون منظرها بايخ اذا اجت الطياره واخترقت الاجواء ونزلت وطلعت وراحت. والله العظيم راح يكون منظركم بايخ وبيقع يا شماتة أبلة طازة فيها. اما من ناحيه الشرعيه شرعيه رخوه بامتياز، وما اعتقدش انهم يعني راح يخرجونا لبر الامان، لا، راح يخرجونا من حفره لحفره، وراح يدخلونا من حرب لحرب من اجل امور ثانيه، من اجل امور ثانيه احنا بعيدين كل البعد عنها.
بعض الامور ما لناش دخل فيها، بس راح يخلونا نحن تمام وقود حرب، وراح يواجهونا وراح يضربونا من اجل مصالح ناس اخرين. ربك كريم، تحياتي لكم.